يا صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. بصوا، انا صحيت الصبح كده، رحت وديت مهند الحضانه ولقيت الجوافه الحلوه دي. بصوا، لقيت الجوافه دي، قلت اشتري بقى جوافه وافرزها. انا بحب ان انا افرز يعني الفاكهه وكده، وبحب ان انا اعمل عصاير كتير الصراحه. فقلت اصحى كده الصبح واشوف هنعمل ايه كده معاكم، ونحضر فطار كده بسيط مع بعض. بصوا الدنيا تحسوا ان هي رايقه، فيها حاجات بسيطه كده، ايه يا دوب ان هي هتتلم كده في السريع. بصوا هنا الدنيا تمام الحمد لله، يعني الموضوع ما كانش صعب قوي زي امبارح. وكمان ايه، بس هشد الارض بالمكنسه الكهربائيه. وبصوا صينيه الكيكه، بصوا صينيه الكيكه دي تحفه تحفه تحفه، اللي نزلت لكم الفيديو بتاعها المره اللي فاتت. بجد الطريقه بتاعتها حلوه قوي وبتطلع هشه معاكي، وهنفطر كده مع بعض منها. عايزه اقول لكم مهند هو اللي فطر واديته معاه الحضانه، وكمان هاجر. يلا بينا كده نشوف اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. شجعيني بقى باللايك الجميل، ويلا بينا نتشجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه. تعالوا كده نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا دخلت المطبخ، كانت المواعين دي موجودة على البوتاجاز من بالليل. طبعا مواعين العشاء يعني وكده. الصراحة كنت تعبانة جدا وما قدرتش ان انا المها. فدلوقتي هنحطها بقى في الحوض، هما حاجات بسيطة يا دوب كام طبق بس كده هنحطهم في الحوض. وبعدين ايه، هنروق المطبخ مع بعض، مش هيبقى فيه اي حاجة. وهنعمل غدا لطيف، وهنعمل فطار ظريف، وهنعمل كل حاجة حلوة. ده الروتين بتاعي تقريبا الصبح لما بيكون مهند في الحضانة والدنيا بتبقى رايقة، مثلا بعمل الحاجات دي. ولو في اي حاجة بتتروق كده بسرعة بروقها. هنا بقى خلاص انا شلت كده المواعين بتاعة الاكل وحطيتها كده في الحوض، وهنبدأ بقى نعمل الفطار مع بعض. انا كنت عاملة صينية كيكة، فهنفطر كده مع بعض كيكة وشاي بلبن او حليب، يعني زي ما بتحبوا زي ما بتفضلوا. انا هنا كنت بقى نزلت وديت مهند الحضانة وجبت نص حليب وانا جاية. الحليب اللي هو البلدي العادي بتاعنا، فانا ما بحبش يعني الحليب اللي بخيره، يعني بعمل بيه حاجات معينة. المهم انا كده خلاص هنا قلت بقى ايه، هغلي بقى اللبن وبعدين هحط كيكة وهفطر انا وكوكي. عايزه اقول لكم خدنا شاور جميل بعد ما وديت مهند الحضانة، الجو الصبح كده علشان نفوق كده مع بعض. وهنا بقى كنت بقطع بقى الكيكه وهنفطر كده مع بعض انا وكوكي. عايزه اقول لكم الروتين بتاعنا النهارده سهل وجميل جدا. شجعوني كده باللايك، ولو محتاجين مني اي حاجه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، هنزل وارد عليكم على طول. ولو انتوا اول مره بتشوفوني اكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم، هدخل وارحب بيكم. الناس اللي كانت بتسالني على لينك الانستجرام بتاعي هسيبه لكم في صندوق الوصف، وفي اول تعليق مثبت تقدروا تدخلوا تكلموني في اي وقت وانا هرد عليكم على طول. هنا خلاص انا كده كان اللبن غلي، وبعدين حطيت بقى في الكوبايه، وهاخد بقى كده الفطار الجميل ده وهنفطر انا وكوكي. بص كوكي مش سايباني، عايزه بقى تعمل ايه، هي عايزه تحط ايدها وتاخد الصينيه عامه اللي على البوتاجاز. اكيد عارفين برضو الاطفال في الوقت ده بيكونوا محتاجين ان هم ايه بقى يكتشفوا كل حاجه حواليهم. هنا بقى خلاص انا كنت خلصت، وبعد كده قلت نفطر كده مع بعض انا وكوكي. بصوا قعدنا كده هحاول ان انا افطر كوكي. بصوا هي يعني مش سهله طبعا في الاكل، يعني انتوا عارفين الاطفال في السن ده ما بتبقاش ايه مريحه احسن حاجه يعني. وكوكي مش سهله خالص، يعني هي كوكي ما شاء الله ذكيه، بس ايه مش سهله خالص، يعني بتعمل اللي هي عايزاه، بتعمل اللي هي على مزاجها. هنا بقى انا كنت بفطر وبحاول ان انا افطرها، هي تاكل اي حاجه كده، بس عايزه برضو تلعب وفي الاكل وتفرفر الكيكه في الارض وبتعمل كده. بصوا بتحاول ان هي تتخانق معايا اصلا.
خلصنا بقى الفطار، قلنا ندخل بقى على المطبخ ونشوف الحاجات اللي احنا هنعملها. هنا كانت حبة مواعين بس كده موجودة في الحوض. عايزة اقول لكم انا الناس اللي كانت بتسألنا على الحلة، عايزة اقول لكم السواد اللي من تحت ده، عايزه اقول لكم هو بيطلع، بس بيطلع بصعوبه شويه، وبالسلكه بتاعه المواعين وخلطه كده اللي هو ملح ليمون ومش عارف ايه والحاجات دي، وبتدعكيها كويس جدا بعد ما بتسخنيها على النار وبتنضف معاكي. بس عايزه اقول لكم الموضوع بياخد وقت ومجهود، وانا الصراحه مسحوله مع اولادي فما عنديش وقت ان انا اعملها. كمان عايزه اقول لكم الطقم ده طقم سيراميك، يعني مش غالي جدا، مش افضل حاجه يعني، كان رخيص يعني ما كانش غالي. وانا كنت متجوزه جايبه طقمين، جايبه طقم جرانيت وطقم سيراميك، بس كده هما دول اللي انا جبتهم، وبستخدمهم بقالي تقريبا حوالي 4 سنين او اكتر من 4 سنين يعني. يعني مش استخدام يوم ولا 2. هنا بقى النور كان قطع، وبعدين فصلت الكاميرا وقلت ان انا هرجع برضو معاكم بعد لما النور يجي، بس ما فصلتش الكاميرا على طول علشان خاطر عشان خاطر ان انا كنت مشغوله، كانت ايدي في الحوض فمعرفتش ان انا افصل الكاميرا على طول يعني. هنا بقى خلاص انا كنت خلصت المواعين بقى، وهنا بقى كنت بشطفها. عايزه اقول لكم الروتين بتاعنا هنا بسيط وظريف، ان كمان احنا تقريبا وقفتنا طول اليوم بتكون في المطبخ، فبنحاول ان احنا نروق على نفسنا. الناس اللي كانت بتقولي على ان انا اعمل اي تغيير في المطبخ والكلام ده، ان شاء الله الفيديو اللي جاي او الفيديو اللي بعده هعمل لكم تغيير جميل جدا في المطبخ. عايزه اقول لكم انا واقفه كده بعيد عن الحوض علشان خاطر كوكي تحت رجلي ومش سايباني، يعني هي عايزه ان هي تنام. انا حاولت ان انا انيمها ومش عايزه. دلوقتي برضو دخلت المطبخ حاولت ان انا انيمها ما رضيتش، وبعدين لما دخلت المطبخ برضو بتزن وعايزه ان هي تنام، فانا هحاول ان انا اخلص كده بسرعه وبعدين ادخل انيمها، وبعدين ادخل نعمل الغدا مع بعض. عايزه اقول لكم كنت سألتوني على نوع البوتاجاز بتاعي، نوع ايه وهل هو كويس ولا لا وكده يعني. فعايزه اقول لكم هو حلو جدا، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو قبل كده. النوع بتاعه اسمه يونيون اير اي كوك برو، يونيون اير ابو اي كوك برو. عايزه اقول لكم حلو جدا، بس ساعه ما انا اشتريته كان تقريبا افضل حاجه. يعني تقريبا كل فتره معينه بيكون في حاجه بتكون هي احسن حاجه. ساعه وقتي انا كان هو احسن حاجه في الوقت ده. كمان هنعمل تجديد ان شاء الله الايام اللي جايه في المطبخ. عايزاكم بس تشجعوني كده باللايك وترفعوا لي الفيديو كده وتدخلوا كده تظبطوا لي الدنيا خالص. هنا بقى كنا هعمل بقى الغدا. اول حاجه كده انا سلقت لحمه، بس سلقتها امبارح وما استخدمتهاش، فسلقتها وحطيتها في التلاجة. وهنعمل بقى رز بالشعريه، وكمان هنعمل حبه ملوخيه ملهمش حل. انا بعشق الاكله دي، بحبها جدا، بحب الرز بالشعريه جدا مع اللحمه او فراخ، وكمان ملوخيه. تقريبا الاكله المفضله بتاعتي لو انا هطبخ طبيخ يعني. بحب الرز بالشعريه بيكون بالزيت او يعني سنه صغيره زبده، لكن مش بحبه بالسمنه خالص. وانا تقريبا معظم الاكل بتاعي بيكون بالزيت. هنا بقى حطيت كوبايه الرز يعني انا عامله الكوبايه دي تكفيني انا ومهند وكوكي وهاجر. انتوا عارفين طبعا انا وهاجر قاعدين مع بعض، وكمان كوكي ومهند، فبتكفينا احنا الاربعه. هنا بقى كانت اللحمه انا طلعتها من التلاجة وحطيتها بقى على النار علشان تسخن. هاخد الشوربه بتاعتها بقى واحطها على الرز، وهخلي منها شوربه للملوخيه. انا هستخدم ملوخيه كيس مجمد عادي، مش هستخدم ملوخيه خضراء. عايزه اقول لكم موضوع الملوخيه الخضراء ده هو احلى بكتير واجمل بكتير الصراحه، بس انا ما عنديش وقت اصلا وفي نفس الوقت يعني انا مش بعرف اعملها قوي يعني صراحه. فالكيس بيكون اسهل بالنسبه لي وبيكون سريع علشان خاطر ولادي بيكونوا واقفين تحت رجلي وانا في المطبخ، وانا ما بحاول ان انا ما يبقوش دايما معايا في المطبخ طول الوقت فكده يعني. هنا بقى خلاص خلصت بقى الرز وحطيت عليه التوابل، حطيت عليه مكعب مرق الدجاج وفلفل اسمر وكزبره وملح. عايزه اقولك بجد هيطلع تحفه تحفه تحفه، احلى رز ممكن تاكليه في حياتك.
هنا كمان خلاص انا قلبته كده وهسيبه ان هو يستوي. كمان عملت الملوخيه، عايزه اقول لكم الكاميرا هتفصل في وقت الملوخيه، معرفش ما سجلتش. انا كنت فاكره ان انا بصور وللاسف هي ما كانتش بتصور، فانا هقول لكم الطريقه بتاعتها. انا جبت الكيس بتاع الملوخيه وقسمته نصين علشان على قدنا، الكيس ده بيقضينا مرتين. ده شكل الاكل بعد ما خلص، عايزه اقول لكم بجد كان جميل جدا وكان حلو قوي، واللحمه كانت جوسي وطريه. وقسمت كيس الملوخيه نصين ودوبت نص الكيس في الشوربه. وبعدين حمرت التومه بقى بزبده، حمرت التومه بزبده. وبعدين بقى طشيت التومه بعد ما الملوخيه فكت، طشيت التومه على الملوخيه. بصوا شكلها يفتح النفس لوحده. وعايزه اقول لكم بجد كانت الريحه بتاعتها خطيره، كانت جميله جدا. وده كان شكل الاكل بتاعنا بسيط وجميل وكان طعمه تحفه. بس اللي هياكل منه مره مش هيشبع، اللي هو هيبقى عايز تاني وتاني. وبالهنا والشفا مقدما. انا عايزه اقول لكم بصوا الرز مفلفل وجميل ازاي. عايزه اقول لكم بجد كان طعمه تحفه وجميل جدا. واللحمه كانت طريه قوي وجوسي جدا، والملوخيه كان طعمها جميل ما شاء الله، والريحه بتاعتها والتومه كانت حلوه قوي. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم تاني الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.